السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كيكة مميزة جدا، كيكة التريليتشا التركية أو كيكة الحليب والكراميل. كيكة هشة وجميلة وفعلا هتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا بينا نشوف الطريقة. هكون محضرة 5 بيضات، وهنزل عليهم بشوية فانيليا ومعلقة صغيرة خل، وابتدي أضربهم بالمضرب لغاية ما البيض كله يفك من بعضه. بعد كده هبتدي انزل عليه بكوباية سكر بودرة، وبالمضرب ابتدي اقلبه الاول شوية كده وبعدين اشغل المضرب، واستمر في ضرب البيض مع السكر كويس جدا لغاية ما حجمه يزيد ويتقل معايا. بعد كده هبتدي اضيف الدقيق، هنزل بالكوباية الاولانية وهنخلها بالمصفى كده عشان لو في اي تكتلات اشيلها، وبالمضرب اقلب شوية الدقيق في الخليط وبعد كده اشغل المضرب، وهضرب بالمضرب لغاية ما دي يختفي. اول ما يختفي هوقف على طول، مانيش محتاجة ان انا اضرب كتير زي ما كنت بضرب البيض مع السكر. وهنزل بنص كوباية دقيق، يبقى الكمية اللي انا استخدمتها كلها على بعض كوباية ونص دقيق، وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر، وانخلها كده بالمصفى. بس المرة دي مش هضرب بالمضرب الكهربائي، هضرب بالمضرب السلك. وهكون مشغلة فرن البوتاجاز من بدري عشان الفرن يسخن كويس، عشان اول ما اخلص الكيكة ادخلها الفرن على طول. واول ما الدقيق يختفي هوقف على طول ضرب. وهكون محضرة صينية مقاس 30 سنتي في 30 سنتي، وادهنها بالزبدة كويس، وانزل بعد كده بالكيك فيها. وبظهر المعلقة ابتدي اساوي الكيك في الصينية علشان كله يبقى بارتفاع واحد، ما يبقاش ارتفاع رفيع في جزء وارتفاع عالي في جزء تاني. كده خلاص الكيكة جاهزة ان انا ادخلها الفرن. هدخلها على الرف الاوسط وعلى درجة حرارة 180. وده شكلها بعد ما استوت، وهعمل لها اختبار بعصاية الشوي، لو طلعت نظيفة من غير عجين تبقى كده هي استوت. هكون مجهزة كوبايتين حليب، وانزل عليهم بمعلقتين كبار ونص سكر، واقلبهم كويس لغاية ما السكر يدوب. بالنسبة للكيكة هبتدي اخرمها كده بعصاية الشوي خروم كتير، وابتدي اوزع الحليب عليها. وبعد ما هنزل بكوبايتين الحليب هبتدي ازود نص كوباية حليب كمان، يبقى احنا حطينا كوبايتين ونص حليب. وهبتدي بعد كده احضر الكريم شانتيه. هنزل بكوباية مليانة من بودرة الكريم شانتيه، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر البودرة، واقلبهم مع بعض، وبعد كده اضيف لهم الحليب. هنزل عليهم بكوباية ونص حليب، والحليب يكون بارد من التلاجة. وهقلبهم الاول بالمعلقة قبل ما ابتدي اشغل المضرب. بعد كده هشغل عليه المضرب واضربه كويس جدا لغاية ما يتقل معايا. شايفين السمك بتاع الكريم شانتيه عامل ازاي؟ ده السمك اللي انا عايزاه، مش عايزاه يكون اتقل من كده. وهكون محضرة معايا كيس الحلواني، هاخد شوية من الكريم شانتيه احطه فيه، ده للتزيين في الاخر خالص. وهطلع الكيس واقفله من فوق، وكده بقى جاهز معايا. بعد كده كل كمية الكريم شانتيه هنزل بيها على الكيك، وابتدي اوزعها كويس على الكيكة كلها. بعد ما وزعت الكريم شانتيه فوق من الكيك هبتدي اساوي سطح الكريمة عشان يبقى شكلها متساوي. وهدخل الكيك في التلاجة وابتدي اجهز الكراميل. هكون محضرة كوباية الا ربع مية، وهنزل عليها بمعلقة مليانة من النشا، واقلبها كويس لغاية ما النشا يدوب في المية. هكون محضرة الطاسة وهنزل بكوباية سكر مليانة، وهكون معلية النار في الاول. اول ما يبتدي السكر يدوب معايا هبتدي اوطي النار واقلب فيه كده بالراحة لغاية ما السكر كله يتكرمل. وعلشان احنا موطيين النار حتى لو في تكتلات من السكر، شوية بشوية مع السخونية والحرارة هتبتدي تدوب. زي ما انتوا شايفين كل السكر داب وما بقاش فيه اي تكتلات. بعد كده هبتدي انزل بمعلقة كبيرة من الزبدة، واقلبها مع الكراميل لغاية ما الزبدة تسيح. وهكون محضرة كوباية الا ربع مية سخنة، وابتدي انزل بيها بالتدريج على الكراميل،
وخلي بالك منها كويس قوي انك هتنزلي واحدة واحدة، مش هتنزلي المية كلها دفعة واحدة. وعلى نار هادية، احنا معلناش النار خالص. كل الفترة اللي فاتت دي احنا موطين النار. بعد كده ابتدي اقلب الكراميل، وما تقلقيش ان الكراميل يكتل معاكي شوية وهيفك في السخونية مع المية اللي احنا ضفناها، وتفضلي تقلبي فيها كده لغاية ما يبتدي كله يدوب معاكي. بعد ما داب وما بقاش فيه اي تكتلات، هبتدي انزل بكوباية مية الا ربع اللي احنا عملناها بالنشا. هبتدي انزل بيها واحدة واحدة بالتدريج، وبالايد التانية بقلب وتقلبي فيها لغاية ما تبتدي تغلي. اول ما تبتدي تغلي وقوامها يبتدي يتقل معاكي، هتطفي النار عليها ونفضيها بعد كده هوت في برطمان ونسيبها تبرد. بعد ما الكراميل برد وبقى دافي، هبتدي اطلع الكيك من التلاجة وهحط المعلقة بالمنظر ده كده، وابتدي انزل بالكراميل واوزعه فوق من الكريم شانتيه. انا حاطه المعلقة ديت كده علشان قوة اندفاع الكراميل من البرطمان ما تبوظش الشكل بتاع الكريمة، وابتدي اوزعه على كل الكريمة. هدخله التلاجة يقعد شوية عشان الكراميل يتماسك، وبعد كده هبتدي ازينه بالكريم شانتيه اللي احنا حجزناه على جنب في الاول. هبتدي اقص كيس الحلواني من تحت قصة صغيرة، وبعد كده هبتدي اعمل خطوط بالطول. وحاولي تظبطي ايدك كده وانتي بتمشي الخطوط، هتعمليها كده من اولها لاخرها بنفس الشكل. وابتدي اجيب عصاية الشوي وابتدي امشي على الخطوط البيضة كده كلها في اتجاه واحد لتحت. همشيها كلها كده بنفس الطريقة. بعد كده ابتدي الف الصينية وابتدي امشي بعكس الخطوط اللي احنا عملناها، شايفين عكسها، وامشي بنفس الطريقة لغاية ما اخلص الصفوف كلها. وده شكلها بعد ما خلصناها. الكيكة فعلا جميلة جدا، اتمنى انكم تعملوها لانها فعلا هتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، واشوفكم على خير.